لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تمام. فهعمل معاكم النهارده كبده، بس دي مش كبده بقري، دي كبده جملي. طريقتها مختلفه خالص عن الكبده البقري. تمام. بصوا، دي الكبده بتاعت كرداسه، هي اصلا من هناك، فهعملها النهارده معاكم ان شاء الله. الطريقه هتعجبكم جدا، وطعمها بجد خطير خطير خطير. جربوها. انا قلت ان شاء الله هعملها برضو مع طريقه الكبده البقري، عشان عجبتني الطريقه والطعم بتاعها. الصوص اصلا بتاعها في الاخر خطير، يعني يمكن يعجبكم اكتر من الكبده نفسها. تمام. فمعانا دي اللي بيجي معاها، طبعا هي مش هتبقى كبده بس، هي كانت جايه لنا كبده مع لحمه، ومعاها دي مش عارفة اسمها دهن او صنمة حاجة زي كده. المهم ده اللي كان جاي معاها. فانا بحط معاها بحط اول حاجة الدهن ده، يعني في طاسة تكون سخنة. تمام. وبعد كده هنسيبه لما يسلي كده وينزل الدهون اللي فيه، وبعد كده نبدأ ننزل بحاجة حاجة. تمام. هي الطريقة بتاعتها سهلة وجميلة، وبجد والله يعني زي ما بقول لكم، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. وكمان يعني يمكن لما تجربوها وبالطريقة دي هتجربوها زي في الطريقة الكبدة العادية. تمام. بصوا، بعد ما احنا مش هنحط ولا بصل ولا توم، احنا بس زي ما قلت لكم، يعني هنسيب الدهنه كده تنزل الدهون اللي فيها وتسيح، وبعد كده ننزل باللحمه تتشوح معاها، وبعد كده الكبده، وهوريكم هنعمل ايه. بس يعني الدنيا والبوتاجاز متبهدل والدنيا متبهدله، بس يعني احنا قادرين على التحدي، فما نحاول نتعايش يعني. ربنا يعيننا ويعين الجميع. يا مسهل الحال يا رب. طبعا بوصل لحد هنا منساش اعمل لايك واشتراك وكومنت حلو، وبحبكم كتير. يا رب يكون الفيديو حلو وخفيف على قلبك كده. تمام. فبصوا، انا كنت لسه في كام حته كده محطتهاش، حطيتها، وبرضه هنسيبها لحد ما تتشوح براحتها خالص. تمام. بص، عايزه اقول لكم ان طعم الكبده الجملي مختلف تماما عن طعم اي كبده انتوا كلتوها في حياتكم. تمام. هي لها طعم مختلف خالص. جربوها ان شاء الله تعجبكم. بس بدات بقى احط اللحمه، وبعد كده احنا موسعها لها كده عشان تنزل على في الجزء السخن يعني وكده. تمام. بس نشوحها كده تشويحه حلوه. بصوا كده خلاص هي اتشوحت. بعد كده بقى ننزل بالكبده. بص انتوا، هي حلاوتها بصراحة وهي مشطشطة، بس انتوا طبعا لو مش حابين الشطة حطوا فلفل عادي، يعني مش حراق، بس الشطة بتديها طعمها تحفة بصراحة. وبرضه هنديها تشويحة كده خفيفة، وبعد كده بقى هنحوش السر بقى، هنحوش الحاجات دي كلها، ونبدأ نعمل بقى الصوص بتاعها اللي هيبقى تحفة بقى.
الصوص البهاريز اللي نزلت منها هننزل فيها بقى، ننزل يعني في الصوص ده مثلا 3 حبات على حسب الكمية اللي عندك يعني. دول لما كانوا بتاع نص كيلو، فدول كانوا مثلا 3 حبات كده حلوين، وما كانوا في الفريزر اصلا. فشوف اول ما نزلوا في الطاسة وهي سخنة يعني، الطبقة البيضة دي ان هو اتجمد يعني بدأ، بس هو طبعا من السخونة هيفك وكده. وحطيت عليهم رشة فلفل ورشة فلفل اسود وشطة وملح وكمون وكزبرة، التوابل اللي انتوا حابينها. وننزل بقى عليهم، نرجع تاني نحط الكبدة واللحمة والحلويات دي، وبعد كده نقلبهم كده ونسيبهم مثلا بتاع 5 دقايق ياخدوا ويدوا بشكل ودي كده حلو مع بعض. وبعد كده بس تاكلي بقى شوية كبدة تحفة بجد خطيرة. عملنا معاهم شوية سلطة وطحينة وألف هنا. بس كده ده الفيديو.